السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهاردة هنعمل جولة في شقة اختي وانا رايحة لها عشان اصور لكم الجولة. قلنا عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. انت اللي عاملة ايه يا حبيبة قلبي؟ يلا. انا جاي اصور عندك النهاردة جولة شقة، قلت ازورها، قلت اصور لكم شقتها كمان بالمرة. دي الصالة بتاعتها اهي، وده النيش. ده هنا كده مدخل الشقة بتاعتها. هي متجوزة من فترة، عايزين تقولوا لنا، عايزاكم تقولوا لنا رأيكم فيها ايه. مش 10 سنين قوي يعني كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده النيش بتاعها، ده الكاسات اهي. ده الضفة التانية، وده هنا كده. صوركم الناحية التانية بقى. بس ايه بقى المشكلة؟ ان في ايه، سفرة، فانا مش هعرف ايه افتح واصور من جوه، فانا هصور لكم بس من بره كده. ده طقم الجاتو بتاعها، ده طقم الاركوبايركس. دي هنا الاركوبايركس اهو. ده هنا الطقم الصيني بتاعها. طبعا يا جماعة بحاول اجيبه، بس عشان طبعا هي السفرة هنا اهي، فالسفرة قافلة شوية على النيش. كده كده اصلا محدش بيفتح النيش يعني الا في العزومات. ده الضلفة التالتة. برضو طقم كاسات اهو. هنا الصواني. احسن حاجة الواحد ما يجيبش حاجات كتير. تقولوا لنا ايه رأيكم برضو يا جماعة؟ ماشي. وده السفرة بتاعتها هي. وهنا كده عاملة ديكور الشاشة ده، هي عاملة ديكور السلم ده لسه قريب. عاملة هنا كده سلم وحط عليه شوية حاجات ديكورات يعني وكده. وهنا برضو فوق كده حاطة كده مركب وعليه عريس وعروسة والساعة. وهنا الكعبة، وهنا الشمعدان كده احمر. ده منظر الديكور اللي عاملاه في الصالة. هي كانت الاول عاملة مكتبة كده وحاطة عليها الشاشة، بس هي غيرت يعني الايه الديكور، لسه مغيراه قريب. تمام. ده كده، دي كده الصالة اهي. كده دي الصالة بتاعتها. ندخل بقى على اوضة النوم. اتمنى يا جماعة لو عجبكم متنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اوضة الاطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا كده دي الحيطة، حاطة هنا كده لعبة هي لسه كده. دي اوضة دي كده حاطة كده بتاع كده في النص، يعني دبل كومودينو، يعني كومودينو كبير. عاملة كده حاطة كده الدبدوب ده كده. ده كده. وبتاعت مناديل برضو هي اللي عاملاها برضو للأوضة. المنظر ده السرير التاني اهو. برضو عاملة رسومات هنا. دي هنا بقى الايه
البلكونة ده باب البلكونة عندها في اوضة الاطفال اهو. طلع كده في بلكونة هنا. تمام. ده السرير بتاعها، ده قصدي الدولاب، معلش. منه مكتب. هو الدولاب منه دولاب ومنه مكتب. ده منظر الدولاب اهو. هنروح بقى معاكم لأوضة النوم بتاعتها. هنمشي كده وندخل من هنا كده. ده كده الحمام هنا كده، و ده كده هنا الحمام هنا اهو. ودي كده الطرقة اهي. هنمشي كده وهندخل بقى ايه اوضة النوم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي أوضة النوم. هنقيد النور. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اوضة النوم. دي كده اهي. دي اوضة النوم اهي. دي اهي. دي منظر الاوضة كده من ده الباب اهو. ودي الاوضة كده كومودين اهو. اتنين الكومودين وكده السرير. ودي ده التاج. نمشي كده. دي المراية. دي السراحة يعني. دي السراحة اهي. دي كده الكومودين اهو. السراحة قصدي ولا ايه. دي اهي كده كده. ودي حاطة كده قصاد السرير زي مكتبة كده، وحاطة فيها حاطة عليها شاشة. دي نوعها سكاي. بقالها معاها كتير يعني من يوم ما اتجوزت. دي شقة اختي متجوزة بقالها 5 أو 7 سنين كده. عايزاكم تدعولها يا جماعة بالله عليكم. ودي كده اهي. دي الشباك ودي الستارة بتاعة الأوضة. هنا كده حاطة هنا كده كرسي جنب الدولاب برضو. هي ما كانش ده النظام اول ما اتجوزت، هي اللي غيرت فيه. دي كده السجادة برضو اهي. دي الأوضة بقى بتاعتنا يا جماعة اهي. اتمنى لو عجبتكم نظام الأوضة بتاعتها تقولوا لنا في الكومنتات اهي. ده كده شكل الأوضة. نيجي بقى يا جماعة للمطبخ. ده يا جماعة كده المطبخ. ده المطبخ كده يا جماعة. بسم الله ما شاء الله كده احنا داخلين المطبخ اهو. دي كده التلاجة عاملاها كده، حط عليها اشكال، حط عليها استراس كده، هي من زمان برضو. هنا كده الغسالة بتاعتها. ده كده شكل الرخامة. شكل المطبخ اهو كده من بعيد. هنا كده هنا كده الناحية التانية من المطبخ. نشوف هنا كده الشباك اهو. وهنا كده البوتاجاز. البوتاجاز بتاعها نوع فريش. ده برضو المنظر كده اهو. دي هنا المطبقية بتاعتها. هنا كده حاملة جزء من البتاعة دي، حط عليها التوابل.
وده كده بقى المطبخ بتاعها، ده شكله النهائي. هنا كده بقى ايه دي الحمام، طبعا مش هصوره. فاتمنى بقى لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بشير ورايك. باي باي. واتمنى ان شقتي تكون يعني حلوه. انا حباها. وطبعا يا كل واحد اختينا وليه ذوق. هي مستنية الكومنتات بتاعتكم. قولوا رايكم في ترتيباتي وطريقتي بقى في الترتيب والتغييرات اللي انا بعملها. هي دي ما كانتش يعني ايه ده، هي مش متجوزة يعني يا جماعة على على الحاجات دي. هي اللي بعد كده رتبت ونظمت البيت كده زي ما انتوا شايفين. يعني هو الحاجات اللي هي معمولة دي لسه عاملاها يعني من وعلب فترة. المناديل والحاجات دي انا بعملها. هي اللي عاملاها دي كده ده. فهي بصراحة مستنية رأيكم في الشقة بتاعتها. يا رب كده تدعمونا بلايكات كتير كتير، واتمنى لكم الخير يا رب. وكل واحد يعني شايف بيته يعني على قده يحاول يجدد فيه ويحبه. يلا يا جماعة، يلا باي باي واشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.